طبعا مادام عاوزه اشتغل عملت لي عصيري المفضل. وصلني اوردر كنت طالباه من نون. تعال، دي هي الحديقه. انا بكره عندي امتحان وعندي مذاكره قد كده، خلصنا الامتحان. والله بصوا ده 1 2 3 شكل الورد اللي احنا عملناه. بصوا ده الجزء الاول اللي عملته صديقتي ده كده. اظهار معماري بسيط جدا. لسه بقى هنعمل الباك جراوند خلفيه وهنزود ظلال هنا شويه وهتشوفوا الشكل في الاخر. طبعا مادام عاوزه اشتغل عملت لي عصيري المفضل، عصير الفراوله باللبن. وصلني اوردر كنت طالباه من نون. تعالوا نفتحه مع بعض. طبعا هي حاجات ليها علاقه بالسكين كير، فتعالوا نفتح ونشوف. تعالوا نفتحها. اول حاجه طلبت السيرم بتاع النياسيناميد من يوفيرا. سمعت عنه يعني ريفيو كويس فقلت اجربه. المفروض يعني ان هو بيعالج الحبوب، بيشيل اثر الحبوب وكده، فانا كنت محتاجه حاجه تشيل اثر الحبوب وتركيزه 5%. نياسيناميد فيه 5%، وبما اني ما كنتش بستخدم حاجات فيها نياسيناميد كتير فقلت استخدمه كبدايه يعني ادخله في روتيني تدريجيا. وطلبت السيرم بتاع سيليت اللي هو بالريتينول. كنت سمعت عنه برضو ريفيوهات كويسه، صاحبتي رشحتهولي يعني فقلت اجربه. اللي هو ده يعني هي صاحبتي جربته وقالت لي ان هو كويس، بيشد البشره وبيعمل جلوي كويس في البشره، فهنجربه وهنشوف يعني. ولو عجبني اي حاجه من دول هقول لكم عليها. انا الفتره هي حلوين. فيديو النهارده من حديقه الاسماك اللي في الزمالك. انا دلوقتي المفروض جايه هنا عشان عندي مشروع، هناخد كادر في الحديقه ونرسمه. دي هي الحديقه يعني كلها اشجار واماكن جميله الصراحه. جيناها قبل كده. في قطط كتير يعني، في قطه حصلت خناقه قطتين كلوا بعض. احنا اخدنا اللقطه دي، الكادر من اللقطه دي. ده حاجه ان المكان هادي مفيهوش ناس كتير فنقعد نرسم براحتنا يعني.
في هناك ناس قاعدة ترسم برضو. المفروض ندور على مكان نقعد فيه، وفي اماكن كتيرة بس يعني مش عايزين. في قطط كتير برضو عندنا، زمايلنا بيخاف من القطط، بس في هنا مكان جميل برضو. جيت لكم النهارده مش عارفه اليوم الكام في الاسبوع، بس انا بكره عندي امتحان وعندي مذاكره قد كده، ودي ماده نظري، وانا تقريبا ما عنديش في الترم كله غير الماده دي بس النظري، بقيه المواد يعني عملي عادي. فالمفروض ان انا اذاكر، بس حقيقه انا مش قادره اذاكر خالص وما عنديش طاقه للمذاكره، بس انا مجبره. لسه كنت مخلصه المشروع بتاع امبارح، فحاسه ان انا محتاجه ان انا استريح قبل ما اشتغل حاجه تانية، بس عشان الامتحان بكره مجبره ان انا اذاكر. حقيقي يعني الماده دي مش لطيفه خالص، وانا عامه ما بحبهاش لان حفظ، وانا مش بحب المواد النظري ولا بحب الحفظ يعني. بس الحمد لله ان هي ماده واحده ما فيش غيرها، هنمتحنها بكره ان شاء الله وهنخلص منها خالص. اقول لكم النهارده تاني ايام من ذي الحجه، كل سنه وانتم طيبين. فطبعا احنا صايمين، بس شجعت نفسي وقلت بما ان الماده طويله هقسمها جزء قبل الفطار وجزء ان شاء الله بعد المغرب، نكمل بقيه الجزء، واتحدى نفسي يعني وما استسلمش للكسل واخلص، لان خلاص بقى مفيش وقت للكسل، لازم نلم نفسنا لان الامتحان بكره خلاص. في واحده قدام. ده من بري الأقلام. حلوه بس قوي. بتبقى أقلام معينة، مش كل الأقلام تطلع كده. تخيله فضلوا يبروا قد ايه كام قلم. خلصنا الامتحان، خلصنا ودلوقتي مروحين. الحمد لله الامتحان كان كويس، ودلوقتي هنشوف بقى هنعمل ايه. مبسوطين. رحنا سلنترو، لقينا المكان زحمه موت. احنا كنا رايحين هناك عشان هنقعد مع بعض وكده، و في حاجات صاحبتي عايزه تعملها فكنا هنساعدها، بس المكان زحمه جدا يعني مفيش مكان نقعد فيه خالص، فهندور على فرع تاني نقعد فيه. انا عامه صايمه والساعه دلوقتي 3، فمش كده كده مش هشرب حاجه، بس كنت عايزه اقعد معاهم يعني نقضي وقت لطيف ونعمل الفكره اللي هي عايزه تعملها. هقول لكم ايه الفكره. هي عايزه تعمل زي بوكيه ورد بس بحاجات معينه، يعني مش حقيقي. عندها زمايلها عندهم حفله تخرج، فعايزه تعمل لهم بوكيات ورد اللي هي ايه، هاند ميد يعني. دي كده شكل الوردة. احنا هنعمل 25 وردة. دي مشكلة بقى ايه؟ وري التاني.
خلاص هاتي الفلوس يا حبيبتي مفيش معاكي، احنا انت مضطره تشتغلي عندي. والله بصوا ده حلو ده وده حلوين. ده حلو. ما تلزقيش. يا جماعة شكرا. بصوا والله العظيم بجد لاقيين على بعض. فكها اصلا علشان ايه بقى؟ عشان دي تبهدلي. ايه ده؟ تصدقي ان فيها وش وليها ضغط؟ يعني هتلاقي فيه وش اظبط من ولا هما ولا ايه؟ جينا هنا عملنا الورد زي ما انتم شايفين. دي كده الورقة بتاعت الورد بنعمله بالمنظر ده، وبعد كده بنجمعهم عشان نعمل وردة زي كده. دي واحدة استنوا اوريك شكلها اهو. وهنعمل دي دلوقتي زيها، نحطهم هنا شكلهم. وفي كمان شكل الوردة ده. فدلوقتي هنعمل دول تحول لوردة 1 2 3. بس انا انبهرت قوي لما عرفت المعلومه دي. انا عايزه اودي عايزه بص شكل الورد اللي احنا عملناه. الالوان تحفه جميل قوي، الوانه حلوه ومبهجه. الله. خلصنا. دي الوردات اللي احنا عملنا ورد كتير هنا اهو. دول اللي هتاخدهم صديقتي عشان تروح توزعهم على الاصدقاء اللي هيتخرجوا السنه دي. احنا مش هنتخرج السنه دي. ودول الورد اللي احنا خدناهم منها، اديتهم لنا لان احنا ساعدناها. خدت 3 دول اللي انا عملتهم روماسون. وده الورد بتاع صديقتي التانية اللي خدته. اليوم كان ممتع جدا واستمتعنا قوي واحنا بنعمله. تجربة بجد حلوة قوي. الحاجات الهاند ميد بتعمل تجارب حلوة جدا واستمتعنا بيها جدا الصراحة. فيعني مبسوطة جدا. اليوم كان لطيف.